السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. منى امين النهاردة عاملة عظمة اقسم بالله. طاجن خضار، تسميها صينية خضار، تسميها حلاوة بالخضار، تحفة جدا. فراخ، اي بقى فراخ عندك، فراخ مخلية، وراك، فرخة كاملة، حطي الخضار معاها. هاتي شوية خضار كده وتعالي نعمل الوصفة الجميلة الدايبة دوب دي. بصي الجمال، بصي الحلاوة والريحة تحفة جدا. بصي، اللهم بارك. تعالي بقى كده صلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالي نشوف عملنا العظمة دي ازاي. عندك شوية خضار، تعالي نعمل احلى صينية خضار بالفراخ. تحفة جدا وسهلة جدا وطعمها هيبقى في منتهى الجمال. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونخش على مقاديرنا. اول حاجة هنقطع البطاطس شرايح كده كبيرة، تكون سميكة شوية، ونقطع الكوسة طرنشات زي ما انتوا شايفينها كده. وهنا قطعت بصلاية شرايح كده زي ما انتوا شايفين، وطماطم برضو قطعتها صغير، وفلفل اخضر. وكان عندي بسلة بجزر حطيت برضو شوية، مش هيضر. التوابل بتاعتي ملح وبابريكا وبهارات اللي هي البهارات السبعة، وفلفل اسود وكمون. هحطهم كده على الخضار وهقلب، وهيبقى بالشكل ده بعد ما قلبنا التوابل كلها. تعالي بقى، اي فراخ عندك صدور فرخة كاملة هنغسلها كويس جدا، وهنحط لها تتبيلة برضو حلوة عشان نحطها على وش الخضار الخطير ده. بصوا الجمال، اللهم بارك. حطيت قد فصين توم، معلقة سمنة بلدي، وكم قطعة ليا. تقدري تستغني عن الخطوة دي. هنا بقى هجيب الفراخ ارصها، ايا كان بقى انتي هتحطي وراك، هتحطي فرخة كاملة، هتحطي اللي انتي عايزاه. تمام. انتي هتسيبيهم كده يا منى؟ لا طبعا، هنعمل لهم تتبيلة خطيرة. هرش عليهم فلفل اسود وشوية ملح ومعلقة بابريكا، معايا بصلاية. هعمل كده بقى. هنا معايا معلقتين صلصة، حطيت عليهم زيت، وهنعمل وش الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. وهنا تمام جدا، خلصنا الصينية الجميلة بتاعتنا. هنغطيها بقى بفويل وندخلها على درجة حرارة 180، ونشوفها بعد ما تستوي. وطبعا بعد ما تستوي كلها هنشيل الفويل وندخلها قد 10 دقايق كده تحت الشواية عشان تاخد لون. هدخلها الفرن ونوريكي الشكل النهائي. هنا بقى استوت الخضار مع الفراخ، بس انا عايزه ادي للفراخ وش. هقفل كده الفرن من تحت واشغل الشوايه. مش قادره اوصفلك الريحه والجمال والحلاوه. تاخدي بقى من الصوص كده وتحطي على وش الفراخ عندك. بصي، والله انت اكيد شامه معايا الريحه. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. ريحتها تحفه جدا والخضار مستوي. هوريكي برضه. بصي الحاجه دايبه دوب، والريحه تحفه جدا، والفراخ مش قادره اوصفلك على اللون والجمال والريحه. قلب العموره، اقسم بالله قلب العموره. جربوا بنفس الطريقه، وان شاء الله تعجبكم. عندك بقى نوع خضار عايزه تزوديه، عايزه تشيلي نوع خضار، لك حريه الاختيار. جربوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم. سلام عليكم.